قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Damn it. بيبدأ الفيلم بشخصية ريك بيجري ورا عربية المدرسة وبيزعق علشان يوقفها، وبتقف العربية فجأة وبيخبط في المراية وبيتأذى وشه، ولما بيحاول يدخل العربية بيخبط في علامة الوقوف وبيقع على ظهره مرة تانية. بس بعدها بينضم لزمايله الطلاب في العربية وبيروحوا في رحلة مدرسية لمركز الأبحاث المدمج، وبنتعرف على بنت اسمها جيل واللي ما تعرفهوش تقريبا، وصديقه الأعزب تروي وبيقول إنه ينسى جيل لأنها بعيدة عن نطاقه، بس هو ما بيبطلش تفكير فيها. ولما بيوصلوا المختبر بيروحوا لمعامل الجينات المجتمعة واللي بيتم فيها تعديل جينات كل الحيوانات، وبتتكلم معاه حبيبته للمرة الأولى وبيحاول يقنعها تصوره، وبينتهي الموضوع بإن في طائر بيولع من الفلاش بتاع الكاميرا علشان يخفي غلطه، بيشوط الطائر اللي بيتحرق وبيقع على ظهر لانس اللي بيتنمر عليه. وأثناء ما جيل بتعترض على المعاملة الوحشة لريك بينقذوا العالم لو لاندرز اللي بيتضح إن هو عنده مرض مستعصي، وكمان يعرف أبو وأم ريك المتوفيين وهو عم لانس. ولما بيكونش شايفهم حد بيزقوا ريك على براز الحيوانات وبياخد سائل مكتوب عليه H2O من الرف وبيرشه فوق قميصه علشان يحوش البقعة، بس ما بيطلعش هو ده السائل اللي هو عاوزه، وبتطلع إنها هرمونات جديدة طوروها في المختبر واسمها المركب H2O9A واللي بيجذب الحيوانات وبيشجعها على التزاوج. وبتطلع الحيوانات على جسم ريك وبيتعرض للدغة دبور المعدل وراثيا واللي بيتميز بقوة هائلة بالنسبة لحجمه. وبعدها بيجرب الدكتور لاندرز مشروع تجريبي يغير الحمض النووي، وبتتعطل الآلة وما بتشفيش الدكتور لاندرز، دي كمان بتديله قوة زيادة وشريرة وبيقدر يسحب الحياة من الناس تماما بمجرد لمسهم. وكمان هو عنده قوة خارقة وبيفضل يسحب في الحياة من كل الناس في الغرفة. وبينام ريك لمدة 5 أيام متتالية قبل ما يصحى مرة تانية متعافي بشكل كامل، وبيختفي النموذج اللي عملوه من الدبور. وبنروح لريك اللي بيفضل باصص على جيل فبيخبط في لانس اللي بيزقه وهو مش طايقه، وبيتم دعوة العالم الشهير ستيفن هوكينج علشان يتكلم مع الطلاب وبيشتكي لهم من القعاد على كرسي متحرك معظم حياته، بس الطلاب ما بيسمعوا لهوش. وبيكون ريك عاوز يتكلم مع جيل بأي شكل ممكن، وبيروح الزاوية وبيحط ايده على الحوض وبتلزق وبيحاول يشيلها بالعافية، وبيشوف الخطافات الصغيرة اللي طلعت في ايده وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل، فبيحاول يحوش ايده بس بيسحب الجهاز معاه وبيضربها على ظهر لانس، فبيقع لانس وبعدها بيقوم من على الأرض وبيبدأ يحاول يضربه لكنه ما بيعرفش، وبعدها بيخبط في راجل وبتلزق ايده على قميص وبنطلون الراجل، ولما بيحاول يحوش ايده بيحوش اللبس معاها وبيحاول يحرر نفسه ويهرب، بس بيخبط المرة دي في كرسي ستيفن هوكينج وبيطير ستيفن لخلية النحل وبيطلع كل النحل وبيقعدوا يلفوا في كل مكان وبيجروا ورا كل الطلاب. وبعدها بيطلع ريك من المدرسة وبيحاول يدرب نفسه على انه يطلع على الحيطان بايديه بس، وبيقدر يعمل كده فعلا بشكل مثالي وبيستمتع وهو بيرقص على الحيطة. بعدها بنشوف شاحنة وما بيقدرش السواق انه يوقفها وكانت هتخبط في ست، لكن ريك قدر يجري بسرعة وينقذ الست ويوقف الشاحنة بجسمه، وبيجتمع كل الناس علشان يهنوه وبيطلقوا عليه لقب البطل وبيعتذر لهم وبيمشي وبيرجع للبيت، وبيكون عمه تروي بيعلقوا خزانة على الحيطة وبيقع من عمه مسمار بالغلط وبيتفادى ريك بخبرته وبيمسك مسمار بسهولة وبيكون متفاجئ وبيقول لريك انه يشرح له اللي بيحصل، وبيحاول عمه انه يصيبه بسكينة علشان يتأكد من صدقه، بس السكينة بتتني وما بتتخطاش جسمه، بس كلامه بيضايق ريك اللي بيكون حزين علشان عمه مش فاهمه. وفي الوقت ده بيتواصل معاه بروفيسور اسمه اكزافير وبيعرفه بنفسه وانه عارف انه عنده قدرات خارقة وبيدعي انه يجي لمدرسته.
وبيخرج ريك من البيت بخاتم والده المتوفي، وهو معتبر ان عمه ما بيفهموش، وبيفتكر ليلة وفاة ابوه وامه، وبيلوم على نفسه علشان اللي عمله في الليلة دي لما حاول يساعد، بس هو اتسبب في اذى زيادة وكان والده اداله الخاتم. وبيلاحظ ان جيل بتتخانق مع والدها وبتتكلم معاه قبل ما تخرج مع صديقها، وبتقوله انها عاوزة تركب معاه العربية في يوم من الايام. ولما بيعرف ريك ان جيل بتحب العربيات بيقرر يشتري لنفسه عربية، وبيحاول ياخد قرض من البنك، وبيدخل حرامي وبيسرق البنك، وكان هو في الوقت ده موجود جوه البنك، وبيفلت الحرامي وبيضرب النار على عمه ألبرت اللي كان خارج من عربيته. بعدها بيستمر بلو لاندرز في استنزاف حياة الناس التانية علشان يفضل حي. وبتزور جيل عم ريك في المستشفى، وبيندم ريك انه موقفش الحرامي قبل ما يهجم على عمه. وبيقابل الأستاذ إكزيفير اللي بياخده المدرسة لأشخاص ذوي مواهب خاصة، وبتقول له مراته إن السر إنه يكون بطل هو إنه يكون معاه زي خاص بيه. وبيرجع للبيت وبيختار اسم خارق لنفسه وهو الدبور، وبيبدأ في مساعدة الناس، بس هو ما بيقدرش يطير. وبعدها بيجرب الدكتور لاندرز وبيكتشف إنه ما يقدرش يعيش إلا لو قتل شخص كل يوم أو حصل على بعض البكتيريا. وبيخطط إنه ياخد شوية من السيريوم اللي محتاجه من مختبر البروفيسور هوكينج، وبيسمي نفسه الساعة الرملية. وفي الوقت اللي كان بيستعد فيه إنه يهجم على الناس بيهاجموا الدبور، وبيرمي الساعة الرملية عليه أسلحة تيتانيوم وبتخترق جسمه وبيختفي وهو سايب الدبور على الأرض. وبعدها بيكون ريك بيحن الجيل وبيراقبها من شباكه، وبتنصحه أمه إنه ما يقربش منها وإنه ما يقولهاش مشاعره علشان يحميها. ولما بتتعرض جيل لمطاردة من شوية ناس بيضطر إنه يلبس الرداء وينقذها. وبيخطط حبيبها لانس إنه يقضي أجازة عيد الشكر مع ريك وعيلته، وبيدعي عمه لولاندرز اللي بيدخل أوضة ريك وبيشك في ريك إنه الدبور، وبيمشي. فجأة بيرجع الساعة الرملية بزيه الكامل، وبيحذر ريك إنه هيأذي عيلته لو ما بطلش إنه يقف قدامه ويقتل عمة ريك. بعدها في الجنازة بيقول ريك لجيل إنه ما يقدرش يفضل معاها علشان يقدر يحميها وما يأذيهاش، وبيقعد في البيت وهو بياكل أكله وبيكون ندمان. وبينصحه عمه وتروي إنه يحمي الناس من الساعة الرملية اللي بيخطط علشان يقتل ناس كتير. بعدها بيكتشفوا إن حفل توزيع الجوائز مقرر في نفس اليوم واللي هيكون فيه بالظبط 1000 شخص. وبيقودهم عم ريك للموقع وبيحاولوا يدوروا على الساعة الرملية، بس ما بيقدروش يعرفوا هويته بالظبط. فبيسأل ريك لولاندرز إنه يساعده علشان هو كمان هناك علشان ياخد جايزة. وبيقنع لولاندرز ريك بإن الدالاي لاما هو الساعة الرملية، وبيبدأ الدبور يجبره إنه يعترف عن طريق إنه بيضرب راسه بشدة على المنصة. وفجأة بيبدأوا كلهم يتخانقوا، وبيستغل الساعة الرملية الفرصة علشان يهرب. وبتكتشف جيل إن لولاندرز هو الساعة الرملية وبتزعق، فبيجري ريك وراه، فبيفجر الساعة الرملية جزء من المبنى وبيقع على الدبور اللي بيتعرض للتثبيت على الأرض وهو عاجز، وبيكون هو واقع على الأرض ومش قادر يعمل حاجة. وبيرمي الساعة الرملية شفرة تيتانيوم عليه علشان يحاول يقتله، وبتنط جيل قدام الشفرة وبتقطع بطنها. وبيجبر الدبور نفسه إنه يقوم علشان يقدر يساعد البنت اللي بيحبها. وبتموت جيل زي عمته وهو بيتأكد إنه ما يقدرش يوقف الساعة الرملية، وبيكون واقف وهو شايل حبيبته الميتة بين إيديه. وبيقول له ستيفن هوكينج إنه لازم يوقف الساعة الرملية وإلا هيموت ناس كتير. وبيكون الدبور شايف إنه مش بطل خارق حقيقي لأنه ما يقدرش يطير، وكان على وشك إنه يفقد الأمل، بس ستيفن هوكينج بيقدر يقنعه بإنه يستخدم مواهبه لإنقاذ البشرية. وبيكون الساعة الرملية بدأ فعلا في عملية إنه يتحول لشخص خالد عن طريق تدمير آلاف الأشخاص. وكان الكرسي بتاعه بيرسل أشعة متصلة بسيريليون واللي بتمتص حياة آلاف الأشخاص علشان يتأكد من إنه هيبقى خالد. وبيقول الساعة الرملية بإنه خلاص فات الأوان، بس الدبور بيتحرك ناحية الكرسي وبيحط إيده عليه وبيبعث بأشعة من قوة الحياة اللي موجودة جوه الكرسي لحبيبته اللي ماتت. وقدرت الأشعة دي إنها تحيي جيل مرة تانية ورجعت للحياة مرة كمان.
بس دلوقتي ما تبقاش غير 10 ثواني متبقية قبل ما يدمر الساعة الرملية العالم كله، وبيستهزأ بيه وبيقوله انه هيدمر العالم بتاعه. بس ده ما بيكونش كفاية بالنسبة للساعة الرملية، وكان عاوز يدمر الدبور كمان، فبيرمي عليه قنبلة يدوية فبيمسك بيها بإيده وهو عارف انها هتلزق فيه ومش هيكون قادر انه يسحبها. وفي الوقت اللي بيكون فيه الدبور بيكافح مع القنبلة، وكان خلاص الوقت على وشك انه يخلص، وفي حركة سريعة بيجري على الساعة الرملية وبيمسك بيه بشدة وبتنفجر القنبلة وبيموت الساعة الرملية. بس الدبور ما بيحصلوش حاجة بسبب جلده الغير قابل للاختراق، وكمان شدة الانفجار وقعت جيل من السطح وبدأت تقع، فبينط الدبور علشان يمسكها وقدر يمسكها قبل ما تقع، لكنه ما بيقدرش يطير وكانوا على وشك الموت. وبمجرد فقدانه للأمل بيظهر جناحين زي جناحين الدبور وبيطير بلطف لحد ما بيوصل للسطح، وهو شايل صديقته بين ايديه وبتتعرف على خاتم والده وبتناديه باسمه ريك، وبيكون فرحان ان بتتكشف هويته قدامها دلوقتي وان الساعة الرملية ميت. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر عندي ليك سؤال، تفتكر الفيلم ده يشبه فيلم ايه؟ اكتبوا لنا اجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.